خاطر مرينا بها الجمعة هذه، فترة معناها تقولش علينا في حرب مانيش في بلادنا، في بلاد أخرى في غزة، مانيش في سليانة. اليوم 7 أيام إضراب عام ما عمره ما صار في تاريخ الجمهورية التونسية، صار في سليانة. طالبنا من هالول بإقالة الوالي ذي اللي ما كانش كفى أهالي سليانة، ما كانش جميع أهالي سليانة هم اللي طالبوا برحيله، وليس الاتحاد العام التونسي للشغل اللي طالب رحيله. على فكرة أنا لو عمري مانيش منتمي أي حزب، لاني نهضاوي، أنا ولد سليانة، ولاني نهضاوي، لاني اتحاد، لاني تكتل، أنا ولد سليانة وما عندي حتى حزب. نحكي أنا على روحي، نحكي أنا على بلادي، نحكي أنا على ولاد بلادي. اليوم عندنا 7 أيام قرارات اللي خذاوها الاتحاد ماهيش خايبة باهية. عندنا 15 يوم، هو صار تعليق الإضراب، ما صارش إلغاء الإضراب، صار تعليق الإضراب. عندنا 15 يوم إذا كان ما تفعلتش القرارات اللي خذاوها أنهم بعز الوالي أول حاجة، وبالطبيعة كما قالوا تحقيقات. أنا نتصور 1000% أنه التحقيقات مش تكون صالحة ولاد سريانة، خاطر التحقيقات إذا كان مشيت بصفة بكل شفافية وكما نقولوا احنا بالعدالة الصحيحة الانتقالية طلبها، أنا مش تكون صالحنا احنا والوالي داير مشى. حكايتنا مع البوليس لما يخرج من سريانة، احنا البوليسي ولاد بلادنا نتعاملوا معاهم يوميا، شباب مراكش في سريانة ما صار لهم حتى شيء. ولاد بلادنا يوميا شاركوا معنا في المسيرة نتاع 30,000 نهار تدفنا فيها الوالي هذيك. صاروا شاركوا معنا الشرطة والحرس ولاد بلادنا وخيان، وما تدخلوش معنا وعاونونا في الاضراب. بالعكس عاود نقول راهم اضربوا معنا ولاد بلادنا ذوكم اللي يخدموا في السكرين، راهم ما يظلوناش. اللي ضربنا بالكرتوش وعملنا ولادنا هما التعزيزات اللي بعثها سي علي العرية وسي حماد الجبالي، ونقولوا له اللي ولاد سريانة يبقاو ديما احرار، رانا ديما احرار، ديما قدرة ربي رانا مش يتبدل الوضع نتاعنا من اللحظة هذه، رانا مش يتبدل الوضع نتاعنا وربي يستر.